تفتكري في كلمة واحدة بس ممكن تخلي ابنك يحس إنك حضنه حتى لو أنت مش جنبه؟ الكلمة دي لو عرفتي تستخدميها صح هتفرق في طريقة شعوره بالأمان معاكي طول حياته. وصدقيني 90% من الأمهات ما بياخدوش بالهم إنهم بيفقدوا اللحظة دي. تخيلي ابنك وقع أو اتخض وانتي قلتي له أنا هنا. الكلمة الصغيرة ده بتشتغل كجدار حماية نفسي، هي مش مجرد رد فعل، هي رسالة لعقله الباطن أنت مش لوحدك. بس تخيلي لو قلتي كلمة غلط في نفس الموقف ممكن تزرعي خوف داخلي يفضل معاه سنين. الطفل مش بيدور على حل وقت الخوف، هو بيدور على إشارة أمان. الغريب إن المخ بيسجل دي مش ككلمة، بيسجلها كإحساس، وده اللي هيكمل معاه لما يكبر. لو ابنك رجع من المدرسة وهو مضايق أول رد فعل معظم الأمهات مالك؟ إيه اللي حصل؟ لكن الكلمة الأولى اللي لازم يسمعها أنا هنا، احكي لي، خدي بالك. الترتيب هنا مش رفاهية، لو عكستيه الطفل هيفهم إنك مهتمة بالمشكلة أكتر منه هو. الجميل إن الكلمة دي مش بتوقف مع الطفولة، حتى لما يكبر ويدخل مرحلة المراهقة هو محتاج يسمع منك نفس الرسالة، أنا هنا، بس بشكل أنضج، أنا هنا حتى لو مش فهماك. والمفاجأة لو ما استخدمتهاش في الطفولة هيطلبها منك بشكل غير مباشر في المراهقة. في أبحاث نفسية زي أبحاث جون بولبي عن التعلق بتقول إن الأطفال اللي بيسمعوا رسائل أمان من أهاليهم بيطلعوا أكتر ثقة في النفس وأقل عرضة للقلق. يعني ببساطة كلمة واحدة النهاردة ممكن تمنع جلسات علاج نفسي بعد 15 سنة. وقت النوم أنا هنا، نام وإنت مطمن. وقت الغلط أنا هنا حتى لو زعلت. وقت الفرح أنا هنا وعاوزة أفرح معاك. تخيلي لما ابنك يربط الكلمة دي مش بس بالخوف لكن بالحب والنجاح كمان. الكلمة دي مش مجرد جملة، هي جسر بين قلبك وقلبه.